عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أفضل خلق النهارده كان فيديو جديد. احنا النهارده في شغلي أو كنت لسه السلمة لقيت المدير نزلي بيقول لي تعالي يا أبلة انت عندك شغل كتير قوي، ولقيته بيزعق لي بالطريقة دي. سكت له لا، قمت قايله له وسع وزقيته كده وطلعت بقيت الدور. وقعدنا نمثل كده شغل مع بعض كده شوية. وهو كان مرتب دول شوية وسايب لي المصيبة دي. يا جماعة تعالوا ساعدوني، ايه كل ده؟ احنا هنأكل زومبي ليه كل ده؟ اللي يكون المدير هيسمعني، ده المفروض انا اللي اكون المدير اساسا. يلا ابدأ بالمعالق والشوك كل حاجة. ويه ده انا نسيت احط دي اساسا. نلفها كده ونركبها كده في النص. بس يا شبري ومسقسيني ونري عيد حساباتي وارجع بص هو ايه معاكني وازاي. بس يا شبري ومسقسيني ونون الثانية عيد حساباتي. يا جماعة الأغنية دي مصممة إن أنا بصوا المطبخ كان مكسور بقى عامل ازاي. بقى تفحى يا جماعة، بقى تفحى. بس فاكر نحط بقى مفيش أي حاجة واقعة وزي القمر. المطبخ شبه القمر. نعمل أحلى أكلة. أول حاجة هنبدأ ثانية واحدة عشان في زبونة جت وهجيلكم. في زبونة جت فهشوفها هي عايزة ايه وجاية. البطاطس عندنا طبعا بصوا كل الناس بتدوقها حسوا ليه مشطشطة كده شوية ورقيقة، فهنحط عليها بقى شوية مقادير. أول حاجة ده خل، بنحط نقطة على كل بطاطساية. وده لا، ده بيترش على طول. ده شوية بهارات حاجة كده مشطشطة، شوية. هنحط منها نقطة عشان لو هي مش بتحب الشطة. حطينا نقطة صغنونة عشان لو محدش بيحب الشطة. شوية دقيق بس مخلوط في العجين. هقول لكم وصفته بس في الاخر. هو اسمه حاجة كده. هما 3 معالق من الزيت بس هنعمل دوري في الطاسة. نحط شوية من الخل المطحون ونحط البطاطس نعلي. نحط شوية ملح على أول كده ونفضل بقى نقلب زيت تاني وخل مطحون بس المرة دي بقى 1. الزيت المطحون 4. أنا حطيت 5 عشان ده المفضل عندي، ونخلي البطاطس حلوة جدا أساسا، ده اللي بيخليها جميلة. بعد كده قررت إني هعمل لها شاي. طبعا هي ما بنوتة شبه القمر. بصوا اهي هي قاعدة معايا. ثانية هوريها لكم. استأذنت مامتها الأمورة دي
قالت لي ماما ممكن اقعد مع طنط اشوفها هي بتطبخ؟ قالت لها ماشي. وهما الاتنين طيبين بصراحة. قمت كده جايبة بقى كوباية. ويش 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 ايش ايش. بصوا، انا قررت اني هعمل لها بدل الشاي مشروب ساخن. فاول حاجة انا نسيت اللي انا هعمل لها مشروب. فقمت كده جايبة المشروب والخروب. يلا المرة دي بقى انا قفلت المشروب وحطيت بخة مشروب. بخة نحط المارشميلو. ده كان مفروض توت، بس انا حطيت من ورا مارشميلو. اول واحدة من المارشميلو. قمت كده بقى جايبة اول مرة اشوف حد بيطلب بينج عندي، حتى لو ولاد اول مرة اشوف كده. والله كل البنات كانوا بيطلبوا يلو. تصدقوا دي اهم زبون عندي. بس كده نقفل النار. واساسا المشروب ده مميز عندنا جدا. فين الطبق؟ حبيب ماما ده حاجة كده مميزة عندنا، بتخلي طعم البطاطس زي العسل. فحطيتها. وهنا بقى قلت لها قلت كده هعمل لها ذرة بقى. ذرة عشان كل الناس بتحب الذرة. والله يا جماعة انا الشيف الشربيني. الجوانتي ده بتاع الشيف الشربيني، فانا الشيف الشربيني. قمت كده بقى مقطعة الحتة دي بس كده. فقمت حاطة بقى اقطعها. يلي وانا فاتحة النار كنت هتلسع. لكني سرقاني الشيف الشربيني والله. ايوه بقى يا جماعة، ايوه بقى انا الشيف الشربيني فعلا. هتطلعي ولا طلعك بالعافية؟ بس كده نطلع بقى. نطلع. بس في حاجات كتير قوي مميزة. الخل مميز عندنا. حتة البيتزا الصغنطوطة دي صعبان عليا تتاكل. أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله طيبين، ربنا يرحمكم مني الله يرحمكم مني. 11 سنة وأنا معاكم، كل ما بتستنوني واستناكم، صحتي بتروح بس فداكم. يلا مع السلامة، السلام عليكم.